السلام عليكم أصدقائي وأحبابي، أخوكم سيد السلام. بالنسبة لتربية أفراخ الدجاج فترة الشتاء، مثل ما تشوفون هسه هاي الأفراخ مال الدجاج كان عمرهن يوم. أكو ناس يعني الأصدقاء ويدخلون القناة يباعون يقول لك والله هاي الكتكوت عمر يوم يموت. أنت إذا عندك طفل ومريض طبعا راح يموت لا سمح الله يعني. فنفس الحالة هذا هم حيوان هم روح، يحتاج إلى يعني مثلا صار عنده إسهال يراد له مثلا تنطيه دواء، صار عنده مضاد بكتيريا بجسمه هم يحتاج، برد يحتاج. فأنا ما أريد أطول عليكم يعني الفيديو بدون فائدة، يعني حتى تشوفون انتم بالقناة مالتي، يعني أنا قناتي يمكن كلها 32 فيديو عندي بس ما شاء الله يعني أصدقائي والمشتركين هواي. بالنسبة للحاضنة أكثريتهم يريد حاضنة مثلا طابقين وثلاثة وأربعة وبيها فان تخريج وبيها ثرموستات للحرارة. ما يستوجب هاي كله، ما يستوجب هذا كله. ترى هذا كله شلون شغلات نازوكية. أنا أخو أربي ألف وألفين، وهذن اللي باقيات يعني من الألف، لأن تدري يجوني أصدقاء وهاي ياخذون يعني ما يظلون. بس عموما ردت أحكي أنا على حاضنة الأفراخ. أول ما تجيبهن يوم أو عمر يوم تخليهن هنا، قبل ما تجيبهن أو قبل ما تريد تحولهن تدفي المكان فد 4 ساعات يوم كامل يدفى. هيتر، هذا هيتر عادي شمعتين. قلوب، هذا القلوب عادي على مود يشوفن، وإذا تسويهن قلوبين 3 مثلا ما يهم. بس أنا وين حاطهن هم نفس الحالة، شلون غرفة من خشب لا بناء ولا شيء. ها شوفوها، يعني قفص بس كبير وقاطعة يعني هو كبير المسافة مالته، يعني تقريبا بالأربع مترات. بس أنا قطعته بهذا القاطع، هذا القاطع خشبة حطيتها قطعتها. ليش قطعته؟ على مود تيار الهواء اللي يجي منه، هذا الباب ماله الموجود، هذا الباب يدخل الهواء قبل مباشرة، يعني يدخل عليهن. فأنت من تقطعه الحرارة تضطر منين تجي؟ من الهيتر تصعد فوق للسقف. مهما كان السقف خشب تشينكو، أهم شي محكم، تغطي ببطانيات تغطي بشو اسمه، أهم شي هوا ماكو. هاي واحد. اثنين، الحرارة راح تصعد من الهيتر للسقف، الهواء البارد دائما ينزل. فأنا شو مسوي هاي الفتحة، فتحة بسيم وفتحات هواء قليل يعبر، يعني لأن تدرون هو خشب بفتحات كلش قليلة، فيدخل الهواء البارد ويطلع منه الحار. يطلع منين؟ يطلع الهواء الفاسد اللي يسوي عندنا التهاب الشعب الهوائية وغيره، يطلع من البطانيات. هاي بطانية وراها كشمك، هاي بطانيات مستعملة، يعبر الهواء منها، يعبر من الفتحات الموجودة القليلة. الهواء البارد قلنا ينزل ويدخل، من ينضغط الحار يطلع. فهنا الجو تقريبا الحرارة مالته 35. بالنسبة أول ما جبتهن أول يوماني خليتهن تدفية، ما أعطيتهن أكل 4 ساعات، ما أعطيتهن أكل، أعطيتهن ماي. لا تكلف نفسك والله إلا مشربة إلا هاي، لا، أول بداية يراد الماي ناصي. يعني هاي هي تشوفونها، هاي مال علبة مال ماكينة مال لحيم مسويها مستخدمها. ما اشتري مواد أنا. ليش تشتري مواد انت؟ استخدم انت المواد اللي عندك الموجودة. فبوقت ما كان عمرهن يوم اخلي مثلا بيهن حصو داخل الماي على مود لا يغرق بيه. وقت ما كبرن هسه عمرهن تقريبا 15 يوم، لا خليته عادي الماي ما يعلى، شوفن يطبن ويلعبن ويشربون منه وها عادي. ابدي انطيهن شنو ويا الماي؟ انطيهن مضاد بكتيريا. انا استخدم كله شراب مال اطفال، يعني من الصيدلية البشري، ما استخدم ادوية البيطرية الا بالحالات القصوى، نيوكاسل، الجامبورا مثلا، الاي بي، شغلات القوية كلش، وهاي ما تجي نادرا.
ليش؟ لأن أنا دائما أفرش الفرشة مالتهن تبن مثل ما تشوفون، وهاي من خلصت الوجبة كله ألمه وذبه بعيد أو أحرقه. القاعية أرشها كلور، كلها القاعية أرشها كلور، أفتح البيبان، أفتح شوية من البطانيات الموجودة اللي حاطهن أنا على مود يتغير الكلور يعني يطلع ريحته. أشغل الهيتر تدفية، أعوف أفد أسبوع نقول. أجيب الوجبة، جبت الوجبة خليتها راش الأرضية كلور، فارشها تبن، حطيت لهن ماي، حطيت لهن صينية مثل هاي، أي صينية مال مندي، مال صينية عندك ناصية. ها شنو فايدتها؟ فايدتها أجيب مثلا العلف المركز أنا ما استخدمه. يعني بهاي تجربتي اكتشفت يعني بتربيتي إذا أربي ألف بالألف المركز نصه يروح، بين التهاب الشعب الهوائية اللي هو قوة يتنفس زين، أو احنا نسميه يعني الصرة وغيره، يعني أبو ضريق، تصير أمراض عندك عجيبة غريبة غير نيوكاسل. بينما أنا هسه قاعد أربي على يعني علف طبيعي. شنو الألف الطبيعي؟ هسه واحد يسألني يقول شنو الألف الطبيعي؟ أنا أحكي لك الألف شلون أسوي. قلنا الماي حطينا بيه شنو؟ مضاد بكتيريا مثلا، هاي أول بداية. ماي وشكر يشربن أول ساعتين، وراها النوب يريدن علف، صار 4 ساعات 5 ساعات يريدن علف. شو أسوي؟ أروح عندي مطحنة مالت البيت، أحط بيها مثلا حنطة، أحط بيها شوية عدس، أطحنه طحن يعني ناعم مثل البودر، أفرغه إلهن زين. النوبة أقوم أروح أجيب صوصج، باكيت تشيس مال صوصج ب1000 دينار، ما أريد أكلف نفسي لأن أنا أبيع. إذا أروح أجيب أدوية بنص سعرهن هاي سالفة هاي، يعني أنا ما أستفاد. وهم ما يحشوا لك هيك، يقول لك روح جيب مضاد بكتيريا من البيطري عنده ضالات سنين صار ما حد ياخذهن، قال لك أخذ هاي وأخذ هاي وأخذ هاي وإن شاء الله طابون، والموت مشتغل عندك. أنت إذا ما تضبط الشغلة من البداية ما تقدر تسيطر، تصرف فلوس الدنيا عليها وأنت ما مستفاد شيء. احكيها يعني نصيحة من أخ، يعني نجرب. جبتهن انطيتهن صوصج، الصوصج سرامتين انطيت اياه، انه يباع للصوصج ما يعرفون ياكلين. بصبعي هيجي علمهن هيجي، انه بس اطقطق على الصوصج هن يجن ينقرن شويه، واحد ياخذ صوصجايه صغيرونه ويركض بيها، الثاني وراه يركض، يتعودن. اهم شيء بهالحاله هاي شنو؟ التدفئه. دائما من تدخل للمكان دافي، ماكو تيار هواء. شوفون هذا قياسه هالكبرى. انا عندي مجال، ليش مسوي مجال صغير هيجي وحاط لهن خشبه وحاط هيتر؟ الخشب طبيعته، هذا الخشب افضل من اي شيء. ليش؟ اذا هسه الهيتر يشتغل والكهرباء طفت يبقى الخشب دافي، تبقى الفرشة دافية. الختلة اللي مسويها هاي الخشبة وجواها يعني شون، وحاط التبن هيجي عليه منا ومنا، هذا اذا طفت الكهرباء هن يشردن وين يلبدن جوه. منها لما تشتغل الكهرباء في 4 ساعات 5. هاي إذا أنت ما استخدمت مثلا نقول حطب مثلا تدفيه، أو استخدمت نقول غير نوعيات يعني نفط وغيره. النوب أهم شيء هو العلف، سمك شوي، تشوي سمك شوي والثرمة بيدك وتطي الهن، هذا مغذي. إذا مو يوم بين يوم وترك، هذا كلش ممتاز. أنا دائما السمك يعني البلطي وغيره ب1000 دينار الكيلو يبيعونه، أجيبه أنظفه أشويه الهين وانطيه. أي مرض ماكو. أخوكم سيد سلام.